بفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي في المباراة النهائية، وكمان متوقع فوز الزمالك على نهضة بركان علشان يقابلوا بعض في مباراة السوبر الأفريقي. محمد شبانة بيقول إن الترجي فريق جامد وفريق قوي وفريق مبدع، ولكن الأهلي عنده خبرات في النهائي. الأهلي حتى لو وحش، حتى لو أداؤه مش قد كده، حتى لو أداؤه مش أفضل حاجة، لكن بيجي في المباريات النهائية بيعرف إزاي يفوز، بيعرف إزاي يكسب، بيعرف إزاي يفرض سيطرته في أرض الملعب. قال لك الترجي دايما بيدافع قدام النادي الأهلي، والنادي الأهلي بيحب اللي يدافع قدامه. اللي بيدافع قدامه الأهلي بيقدر يخترق كل الدفاعات وبيقدر يسجل أهداف. قال لك كمان المباراة النهائية الذهاب هيكون في تونس، ودي حاجة كويسة وممتعة جدا لكل الأهلاوية. لما النهائي والإياب والتتويج يكون على أرضك، فأنت لازم تعرف وتتأكد إن الأفضلية كده هتكون ليك. الزمالك أيضا مباراة الذهاب هتكون في المغرب والنهائي في القاهرة. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي والنادي الزمالك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.